في الغربية وتحديدا في قرية زفتة، المزارع اللي كان موجود هناك الصبح بدري وهو ماشي على الترعة فضل يصرخ ويقول يا ناس يا جدعان الحقوني، ده في مصيبة هنا، يا ناس الحقونا يا جدعان. والناس تتلم حواليه وكله يبقى واقف مصدوم، والريحة كانت قوية جدا والكل واقف مش قادر يقرب. لكن واحد من المزارعين دول يقرب يشوف ايه اللي طافي على الترعة، ولما يقرب عليها يلاقي ان دي ساق بشرية، رجل بني ادم مرميه في الترعه. وعلى طول المزارعين يبلغوا الشرطه على طول والدنيا تتقلب، ويوصلوا بسرعه رجال الامن والمعمل الجنائي. ولما يوصلوا هناك الضابط ينزل يشوف الساق البشريه دي، الرجل البشريه دي ايه ظروفها، ويلاحظ ان هي مش حادثه غرق، لا دي الرجل مقطوعه ومتقطعه بشكل احترافي. رجال المعمل الجنائي كانوا بيدوروا حوالين الترعه وبيبصوا، وفجاه واحد منهم يلاقي شوال وينادي على الضابط يقول له يا باشا في شوال تاني هناك اهو. وفعلا كلهم يجروا ناحيه الشوال اللي هم لقوه ويقربوا عليه ويفتحوه، ولما يفتحوا الشوال ده يتصدموا حرفيا باللي لقوه، يلاقوا دراعين وقفص صدري ومتعفنين وريحتهم وحشه جدا. في اللحظه دي الضابط اتاكد ان هو قدام سفاح متمكن وعارف هو بيعمل ايه. المشكله الكبيره اللي كانت قدامهم ان ولا فيه هدوم ولا فيه بطاقه هويه ولا فيه اي حاجه تبين ان الجثه دي او الاشلاء اللي لقوها بتاعت الجثه دي جثه مين. بس رجال المعمل الجنائي في الوقت اللي لقوا فيه الاشلاء دي يلاحظوا حاجه، وهي ان في الاشلاء دي اظافر، والاظافر دي اظافر لواحده ست. رجال الامن في الوقت ده بداوا يبحثوا بلاغات التغيب عشان يعرفوا مين الضحيه دي، وبداوا بقى يحققوا مع المزارعين. واحد من المزارعين دول يقول لهم ان امبارح بالليل وهو نازل شاف كده مزارع كان شايل شوال وماشي، بس هو ما انتبهش ليه، قال اكيد بمزارع زينا وكل حاجه، بس لاحظ ان الشكل غريب عليه، ما شافوش قبل كده، بس ما انتبهش للموضوع ومشي. تاني يوم على طول يجي بلاغ لرجال الامن ان هم لقوا شوال، والشوال ده جواه اكياس، ولما فتحوا الاكياس دي لقوا جواها دماغ بشريه. وفعلا رجال الامن يوصلوا بسرعه للمكان ده ومعاهم المعمل الجنائي، وياخدوا اللي هم لقوه في الشوال وكانت دماغ بشريه ورجل، وياخدوها على طول على المعمل الجنائي ويكتشفوا ان كل الحاجات اللي لقوها دي راجعه لجثه واحده ست في العشرينات. لكن مين الست دي ومين يعمل فيها كده ويقطع الجثه على كذا جزء ويرميها في كذا حته؟ مين ممكن يعمل فيها كده ويعمل فيها كده ليه اساسا؟ ومين هي الست دي؟ وفي وسط ما رجال الامن بيراجعوا بلاغات التغيب يجي لهم بلاغ تغيب كده غريب وقريب من المواصفات اللي لقوا بيها الجثه. واللي عمل بلاغ التغيب ده كان واحد مطلق مراته، ومراته دي اسمها فاطمة، فراح عشان يطمن على عياله وراح لها البيت لأنه كان في ما بينها وما بينه تواصل. هي طليقته بس العلاقة ما بينهم كانت كويسة وكانوا بيتواصلوا مع بعض عشان كان ما بينهم عيال، كان بيروح يطمن عليهم. فلما راح هناك ما لقاش فاطمة دي، وفضل يسأل عليها أكتر من كذا يوم وما لقاهاش ولا ظهرت ولا أي حاجة، وفضل يرن عليها في التليفون تليفونها مقفول. فقرر ان هو يروح على اسم الشرطه ويعمل بلاغ تغيب بطليقته فاطمه. رجال الامن يعملوا فحص شامل ويبحثوا عن فاطمه دي، مين فاطمه دي وعلاقاتها ازاي وكانت حياتها ماشيه ازاي، ويكتشفوا ان فاطمه دي متطلقه من جوزها، وهي يعني واحده مش احسن حاجه، علاقاتها بالرجاله كتير وبتعمل علاقات كتير معاهم بمقابل مادي، بتروح لهم البيت وبتاخد فلوس عشان تعمل معاهم علاقة، فكانتش أحسن حاجة، كانت واحدة مش مظبوطة. رجال الأمن يراجعوا مكالمات فاطمة الأخيرة ويلاقوها كانت عاملة مكالمات مع عبد ربه. بس مين عبد ربه ده؟ عبد ربه ده واحد جارها بس في العمارة اللي قدامها على طول. والمكالمات الأخيرة بتأكد إن فاطمة كانت بتتكلم مع عبد ربه ده في التليفون وقت كبير جدا. في الوقت ده على طول رجال الأمن يعملوا تحريات كاملة عن عبد ربه ويكتشفوا إن الراجل ده برضه مش تمام، له علاقات كتير بالنساء وبمقابل مادي برضه، وله علاقات كتير جدا، أي واحدة بتعجبه لازم يعمل معاها علاقة وبيديها الفلوس وخلص الموضوع، وسمعته مش احسن حاجه. بس الراجل ده ما كانش عليه اي حاجه جنائيه وما اتحبسش قبل كده ولا عنده سوابق جنائيه خالص، لكن في خيط رابط عبد ربه ده بفاطمه، لانه اخر المكالمات ما بين عبد ربه وفاطمه كانت مكالمات طويله جدا. الضابط على طول يستدعى قوه امنيه ويروح على شقه عبد ربه ده عشان يقبضوا عليه ويحققوا معاه. ولما يوصلوا هناك الراجل كان هادي وكان قاعد عادي وبيقول له خير يا باشا في ايه، بس كان متوتر وبيقول له يا باشا هو انا عملت ايه، في ايه، ايه اللي حصل؟ كان مصدوم ان رجال الامن وصلت ليه. رجال الامن على طول ياخدوه على الاسم ويبداوا يحققوا معاه،
ويحسسوه ان هم عرفوا كل حاجه وعارفين ان هو اللي قتل فاطمه. في اللحظه دي ينهار عبد ربه ويعترف بالكارثه حرفيا، يقول لهم انا فعلا اللي قتلت فاطمه، بس مش فاطمه بس اللي قتلتها، انا قتلت اكتر من واحده قبليها. عبد ربه وقت ما اتقبض عليه كان عنده 47 سنه. بس خلينا نرجع بالزمن كده لورا ونبدا كده من طفوله عبد ربه. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ وعبد ربه ده مين اصلا؟ وايه اللي حصل له في طفولته؟ وكان ليه بيقتل قبل كده وليه ما اتمسكش اصلا؟ هنرجع بالزمن كده وهنشوف قصة عبد ربه ده، سفاح الغربية. عبد ربه من صغره كان عايش هو وابوه وامه، وكانت الحياة مستمرة، بس طفولة عبد ربه ما كانتش احسن حاجة، وكان دايما بيسأل عليهم، وكان دايما بيلاحظ ان عمه قريب منهم جامد، وكان حنين عليه جامد، وكان بيجي لهم البيت وبيقعد معاهم لان ده برضه عمه. اول ما وصل عبد ربه 6 سنين ابوه توفى واتأثر جدا بوالده، وامه في الوقت ده ما احتوتش ابنها، بالعكس كانت بتضرب عبد ربه ابنها ده، وكانت بتعذبه وكانت بتحبسه في البيت وفي الأوضة. عبد ربه كان حاسس ان دي مش امه، كانت بتضربه جدا وبتعذبه، كانت بتعامله معاملة سيئة جدا. واول ما وصل عبد ربه ل8 سنين اكتشف حاجة غريبة جدا، غريبة للطفل ان هو يكتشفها. اكتشف ان امه هي وعمه الاتنين قاعدين مع بعض في أوضة النوم وبيعملوا مع بعض علاقة غير شرعية. وفي الوقت ده عبد ربه ما كانش فاهم، بس الموقف ده والحاجة اللي هو شافها دي أثرت معاه جدا وفضلت معلقة في دماغه، وعبد ربه بدأ يكره عمه ده كره العمى، لأنه إزاي يعمل كده. وأول ما وصل عبد ربه 14 سنة استوعب اللي عملته أمه وفهم اللي هي كانت بتعمله مع عمه، وطرد عمه من البيت ومنعه إن هو يجي لهم البيت نهائي، لأنه كان عايش هو ووالدته في البيت، منعه إن هو ييجي نهائي. وعرف إن أمه ما كانتش أحسن حاجة، وكانت علاقاتها بالرجالة برضه مش أحسن حاجة، كانت بتعمل علاقات كتير مع الرجالة وكانت بتتكلم معاهم، وده طبعًا ما كانش عاجب عبد ربه، وفضل ينصحها أكتر من مرة إن هي تبطل عن السكة الشمال اللي هي ماشياها، وإن هي برضه كانت سمعتها في المنطقة مش أحسن حاجة، والكل عارف إن هي ست مش محترمة ومش كويسة. عبد ربه كان عايش هو وأمه في شقة زفتي في الغربية، وزفتي ده اسم المنطقة اسمها زفتي، كان عايش معاها في الشقة اللي في الغربية دي. فهو قرر إن هو عبد ربه يتعلم صنعة ويتعلم مهنة عشان يقدر إن هو ياكل عيش منها، وإن هو ربنا يكرمه بالحلال. وقرر إن هو يتعلم مهنة الجزارة لأنه كان طلع من التعليم وكانت حياته مش أحسن حاجة. وفعلا من هو عنده 15 سنة لغاية لما كان عنده 21 سنة وهو مازال جزار، وبقى جزار شاطر جدا واتعلم المهنة وبقى بيكسب والدنيا مشيت معاه. عبد ربه أول ما تم ال21 قرر إن هو يكمل نص دينه، وشاف واحدة كده وأعجب بيها كانت في المنطقة عنده واسمها شيماء، وقرر إن هو ياخد شقة بعيد عن والدته ويسكن فيها هو ومراته شيماء، واتجوزها وخلف منها طفلين. لكن بعد فترة المشاكل بدأت تكتر مع عبد ربه ومراته شيماء، لأن مراته شيماء كانت شايفة إن عبد ربه آخر فترة بدأ يسأل عن أمه، لأنه كان آخر فترة ما كانش بيسأل عنها خالص وكان سايبها، وما كانش عاجبه حال أمه نهائي. وكمان مراته برضه ما كانتش عاجباه حال أمه نهائي، وكانت دايما بتقول له ابعد عنها عشان هي ست مش كويسة ومش محترمة، وعندها حق فعلا. بس عبد ربه آخر فترة لاحظ إن أمه تعبانة جدا وتقريبا كده قربت تموت، فحاول إن هو يقرب منها وإن هو يروح لها ويزورها ويقعد معاها ويجيب لها أكل ويديها فلوس. شيماء مراته ما كانش عاجبها الوضع ده، وحصلت خلافات كتيرة ما بين عبد ربه وبين شيماء لدرجة إن هو طلقها. وأول ما طلقها قرر إن هو هيقعد مع أمه في شقة زفتي ويسيب الشقة التانية اللي هو واخدها دي اللي كان متجوز فيها شيماء، يسيبها ويقفلها ويروح يقعد مع أمه عشان أمه تعبانة. بعد فترة عبد ربه يشوف واحدة ويعجب بيها ويقرر إن هو يتجوز وما يوقفش حياته على شيماء طليقته الأولى. وفعلا الواحدة دي كان اسمها سحر، وطلب إن هو يتجوزها ووافقت عليه، والاتنين اتجوزوا. وبعد 7 شهور جواز يكتشف عبد ربه إن مراته سحر دي بقت حامل، والناس شايفين إن عبد ربه وسحر إن الاتنين متفاهمين والاتنين بيحبوا بعض والحياة مستمرة ومفيش أي مشاكل. لكن الحقيقة غير كده خالص. في يوم عادي خالص عبد ربه كان قاعد هو ومراته سحر، ومراته سحر كانت يعني خلاص تعبانة وقالت له إن هي داخلة تنام، كانوا قاعدين في الصالة وقالت له إن هي داخلة تنام ودخلت تنام. عبد ربه كان قاعد في الصالة في الوقت ده ودماغه بتفكر وتودي وتجيب،
ما كانش مرتاح مع سحر، أو زي ما تقول كده في حاجة كانت في دماغه. فقرر بعد ما اتأكد إن سحر نامت فعلا، دخل عليها الأوضة وخنقها. فضل يخنق فيها لغاية لما ماتت. وسحر مراته دي كانت حامل أصلا، وبعد ما اتأكد إن مراته دي ماتت سابها نايمة على السرير، وقفل الباب وخرج من الشقة، وراح عند أخته زيارة وبيت عندها. وتاني يوم على طول أهل سحر مراته دي يتصلوا عليها ويحاولوا يوصلوا لها، لكن سحر ما بتردش. وفضلوا يرن عليها كتير، سحر ما بتردش. أهلها قلقوا عليها جامد، أمها وأبوها، فقرروا يروحوا لها الشقة هناك. وفضلوا يخبطوا عليها جامد، لكن مفيش حد بيفتح. فقرروا إن هم يزقوا الباب ويفتحوا الباب بالقوة. ولما فتحوا الباب ودخلوا جوه، لقوا سحر نايمة على السرير، ومفيش، جسمها ساقع خالص ومفيش نفس. فأهل سحر يتصلوا على عبد رب ويقولوا له: الحق الحق بسرعة، مراتك نايمة على السرير وتعبانة وباين عليها كده في حاجة. على طول عبد رب يقول لهم: انا كنت قاعد مع اختي زياره، وكنت بايت عندها وما اعرفش ايه اللي حصل، وانا فعلا حاولت اتصل بيها ما كانتش بترد. عمل نفسه يعني مش فاهم اي حاجه خالص، وراح على طول المكان هناك وجاب الدكتور معاه. والدكتور كان حاسس ان في حاجه غلط. قال لهم: يا جماعه، ده باين عليها ان هي كده في شبهه جنائيه، باين ان هي ما ماتتش، يعني ما في حاجه غلط، في حاجه غلط حصلت، ده مش قضاء وقدر. بس اهل سحر كانوا يعني الجهل، وكانت ناس كبيره في السن وما كانش عندهم وعي كافي. كانوا خايفين على بنتهم ان هي تروح المشرحه وتتشرح، وكانوا شايفين ان هي ماتت قضاء وقدر. فطلعوا تصريح الدفن ودفنوا بنتهم. وكل ده عبد ربه بيمثل عليهم ومتأثر جدا، وبيقول لهم: مراتي، وكمان هي كانت حامل، يعني مراتي وابني، وبيعيط ومتأثر جدا. ما يعرفوش ان هو القاتل اصلا. في الوقت ده بقى عبد ربه قال لك: انا مش هتجوز تاني، انا كل حاجة هبقى عايز اعملها هعملها عن طريق العلاقات الغير شرعية. يعني يتعرف على بنات ليل ويعمل معاهم علاقة ويدوهم فلوس، وخلاص خلص الموضوع على كده. وجواز تاني مش هتجوز. ويتعرف على عبد ربه على واحدة اسمها عبير، ودي كانت بتجيله البيت عشان تعمل معاه علاقة ويديها فلوس. ومع الوقت بقى عبد ربه زهق من عبير، وفي مرة كانت جاية له البيت وعمل معاها علاقة، وكانت داخلة تنام، ولما نامت دخل عليها الأوضة وخنقها، واتأكد إن هي ماتت خلاص. وبعدين حطها في شوال، وحطها في العربية بتاعته الربع نقل، ومشي كده في أرض زراعية وراح رماها فيها. بس عبد ربه يقف هنا؟ لا، بالعكس، اتطور في علاقاته الشمال، واتطور في السكة الشمال دي، وبدأ يعرف علاقات كتير ويعرف حريم كتير ويعمل معاهم علاقات غير شرعية. وكان فعلا بيديهم فلوس مقابل العلاقة دي. وبعد فترة يتعرف على واحدة اسمها سهير، وفضل يعمل معاها علاقة غير شرعية أكتر من مرة. وكانت بتجيله البيت في شقة زفتي اللي في الغربية، كانت بتجيله هناك ويقضي معاها السهرة ويديها فلوس وتمشي. ومع الوقت بقى اتصل على سهير وقال لها إن هو عايز يسهر معاها النهاردة. وفعلا سهير جات له، ولما راحت هناك بدأ إن هو يعمل معاها علاقة، وبعد ما خلص بدأ إن هو يضربها ويعتدي عليها. في الوقت ده سهير كانت بتقاوم وكانت بتزقه وتحاول إن هي تدافع عن نفسها، لكن برضه عبد ربه كان مسكها جامد وتحكم منها، فضل يضرب فيها وخنقها لغاية لما اتأكد إن سهير دي ماتت. بس كان في مشكلة عند عبد ربه، إن هو مش هيعرف يشيل الجثة كلها مرة واحدة وياخدها يرميها. فقرر إن هو يقطع جثة لأجزاء، لأن السير كانت مليانة وكانت تخينة. وفعلا خد الجثة على الحمام وفضل يقطع فيها الأجزاء. ولأنه برضه عشان هو كان شغال جزار، فعارف إزاي يقطع وإزاي يعمل وإزاي يظبط الحاجة دي. قطعها على أجزاء وحطها في أكياس، ونزل في العربية ورماها في أكتر من منطقة. ويسكت بقى عبد ربه وربنا يهديه؟ لا، مازال برضه البحث جاري عن ضحية جديدة. عبد ربه سفاح شطار حرفيا. تعرف عن واحدة برضه شمال، وكانت بتجيله عشان يعمل معاها علاقة، واسمها رضا. اتعرف عليها وكانت بتجيله أكتر من مرة. وكان في واحد صاحبه كان برضه اتعرف على رضا دي، والاتنين كانوا عارفين رضا. وكانت مرة بتروح لصاحبه ومرة بتروح لعبد رب، وكانوا بعد ما بيخلصوا معاها كانوا بيدوها فلوسها وتمشي. لكن في مرة صاحب عبد ربه ده عمل علاقة مع رضا وما ادهاش الفلوس. ورضا دي كانت زعلانة ازاي تعمل كده وما تاخدش حقها. فكلمت عبد ربه عشان هو صاحبه، وقالت له: ينفع كده اللي عمله صاحبك اروح له وان انا ابسطه واعمل معاه كل حاجة وفي الاخر ما يدينيش فلوسي؟ في الوقت ده عبد ربه قال لها: ما تقلقيش، تعالي لي بس انت بكرة في الشقة،
وكان برضه نفس المكان شقة زفت اللي في الغربية، مخصص الشقة دي للجريمة حرفيًا، فقال لها تعالي لي للشقة دي وأنا هاعمل معاكِ علاقة وهادّيكِ فلوس حقِّك وهادّيكِ برضه فلوس صاحبي اللي هو ما رضاش يدّيها لي. وفعلًا تروح له رضا على هناك وتعمل معاه علاقة، وبعد ما يخلّصوا كانوا قاعدين بيتفرّجوا على التلفزيون، تقرر سهير إن هي وهي قاعدة إن هي تدخل تنام، تقول له: "أنا تعبانة مش قادرة هادخل أنام وتاني يوم الصبح هامشي." عبد ربه يقول لها: "ماشي، ادخلي." وبعد ساعة بالضبط يدخل عليها الأوضة ويتأكد إن رضا نامت، ويخنق فيها، يخنق فيها لغاية لمّا يحس إن خلاص قطعت النَفَس وماتت، ويبدأ يعمل معاها زي ما عمل مع سهير الضحية اللي قبليها، يقطّعها لأجزاء ويحطها في أكياس ويحطها في كذا شوال وينزل يرميها في قرى مختلفة. ييجي بقى المشهد الأخير بتاع فاطمة، الجثة الأخيرة ليه، اللي هي حرفيًا فضحته. فاطمة دي كانت متطلقة من جوزها وعايشة في العمارة اللي قدّام عمارة عبد ربه. عبد ربه شافها وأعجب بيها وبدأ يتكلم معاها، والاتنين بدأوا يتكلموا مع بعض، وتقريبًا كده العلاقة ما بينهم اتطورت جامد. وجه في يوم عبد ربه سلّف فاطمة دي فلوس، ادّاها جزء كده فلوس، كانت محتاجة فلوس وادّاها لها، وقال لها خلّيهم معاكِ عشان أنتِ مزنوقة وأنتِ محتاجة الفلوس دي، وهي كمان اللي طلبت منه إن هي محتاجة فلوس منه مساعدة، قال لها خديهم وبعد فترة هاخدهم منِّك. يعدّي فترة كبيرة وعبد ربه بيكلم فاطمة دي يقول لها: "فين الفلوس اللي أنا كنت مسلّفها لِك؟ أنا محتاج الفلوس دي عشان عايز أجيب بيها بضاعة وعايز أجيب بيها حاجات." فاطمة تتخانق معاه وتقول له: "أنا معييش فلوس دلوقتي." وتعمل معاه مشكلة كبيرة جدًا. في الوقت ده عبد ربه يحس إن في سِت كسرته، وإن في سِت كده لاوية دراعه ومش عايزة تسمع كلامه، فيقرر إن هو يجيب ناعم مع فاطمة ويتكلم معاها بحنيّة ويقول لها: "أنا مش عايز الفلوس دلوقتي براحتك وعلى مهلِك، وأي وقت توفّر معاكِ الفلوس هاتيها، ده أنا بس كنت باهزر معاكِ وكنت متضايق شوية." يحاول يتكلم معاها بحنيّة، ومع الوقت يقول لها: "تعالي لي على الشقة بتاعتي اللي هي شقة زفتي." وأول ما تروح له هناك في قرية زفتي عند الشقة بتاعته، يروح يعمل معاها علاقة، وبعد ما يخلّص يخنقها جامد، وبعد ما يتأكد إن هي خلاص ماتت يقطّعها على أجزاء، وينزل يحط الأجزاء دي في شوال ويرميها في أكتر من مكان. وفعلًا دي الأجزاء اللي رجال الأمن في أول الفيديو لقوها، اللي قُلت لكم لقوا جزء، وجزء، وجزء، وعرفوا إن دي أجزاء واحدة اسمها فاطمة، اللي طالع عمل محضر باختفائها. وفاطمة دي هي اللي كشفت لنا سر سفاح الغربية، اللي عمل أكتر من جريمة، وما حدش كان متخيل إن هو يعمل كل الجرايم دي. وبعد ما رجال الأمن سمعوا قصة سفاح الغربية ده اللي هو عبد ربه، ودوه على طول للمستشفى عشان يكشفوا عليه، يشوف هل هو كان في كامل قواه العقلية، لأنه كان عايش طفولة صعبة جدًا، ومن صغره كان بيتعرّض لحاجات مش أحسن حاجة، فشاكين إن الحاجات دي تكون أثّرت عليه، وكل ده بيتصرّفه وهو مش في كامل قواه العقلية. لكن يتأكد التقرير إن هو كان في كامل قواه العقلية، وكان بوعيه تمامًا في كل جريمة ارتكبها، ويتحكم على عبد ربه بالإعدام. في ناس بتتجوز عشان تستقر، وفي ناس بتتجوز عشان تعرف تخطط. الفرق بين الاتنين إن واحد بيدور على حياة والتاني بيدور على مصلحة. مصطفى رجل الأعمال ده ما كانش يعرف إن هو داخل على جوازة من أبشع ما يمكن. مصطفى اللي قدامكم في الصورة ده رجل أعمال وناجح جدا، وشغله كله معظمه في الإمارات والصين وأوروبا وسفر. رجل أعمال ناجح، كان ناجح في كل حاجة إلا حياته الشخصية، لأن مصطفى بقى عنده 36 سنة ولسه ما اتجوزش، لأن وقته كله للشغل وللسفر وللبيزنس، فما كانش لاقي وقت لحياته الشخصية وإنه يتجوز. في الفترة دي أهله بدأوا يضغطوا عليه، وكمان صحابه قالوا له: يا ابني احنا عايزين نفرح بيك، امتى هتتجوز؟ انت عندك 36 سنة، تتجوز امتى؟ في الوقت ده مصطفى قرر ان هو يسمع الكلام وفعلا يفكر في موضوع الجواز، وقال لهم: شوفوا لي عروسة واحدة تكون كويسة وبنت ناس. وبعد اسبوع بالظبط يقولوا لمصطفى ان في واحدة اسمها فيروز عندها 26 سنة، كانت متجوزة وفضلت سنتين متجوزة ومتطلقة حاليا ومعاش عياله، عايشة لوحدها وعندها 26 سنة وبتعرف تتكلم وبرستيج، وواحدة يعني زي ما قال الكتاب وجميلة وهادية. ومصطفى في الوقت ده يتفق معاهم إن هو عايز يقابلها ويقعد معاها والاتنين يتكلموا مع بعض. في الوقت ده فيروز كانت عارفة كل حاجة عن مصطفى، وعارفة إن هو راجل أعمال ناجح ومعاه فلوس كتيرة جدا. وفعلا مصطفى يقعد مع فيروز والقعدة كانت لطيفة ولذيذة، ومصطفى كمان أعجب بفيروز، حس إن هي واحدة كويسة، وحس إن هو لقى نفسه معاها، وقرر فعلا
إن هو يتجوزها. وفيروز من قبل ما تقابل مصطفى، بعد ما عرفت إن هو راجل أعمال كبير ومعاه فلوس كتيرة جدًا، كانت موافقة أصلًا قبل ما تقابله، بس قررت إن هي تقعد معاه وتقابله عشان ما تبيّنش إن هي موافقة عليه من أول مرّة. وبعديها مصطفى ياخد أهله ويروحوا لأهل فيروز، وكانت بس أمها اللي قاعدة معاها، لإن فيروز أبوها متوفي. ويروح هناك ويتكلم مع والدة فيروز، والاتنين يتفقوا على الجواز، وحرفيًا اتجوزوا بعد 40 يوم بالضبط، لإن مصطفى الفيلا بتاعته كانت جاهزة، والفيلا بتاعته كانت في مصر الجديدة، كانت جاهزة من كل حاجة، وكل حاجة موجودة في الفيلا. فخلّص على طول الجواز واتجوز من فيروز، وفيروز راحت عاشت معاه في الفيلا. والحياة كانت طبيعية جدًا ما بين فيروز وما بين مصطفى، والدنيا كانت ماشية تمام، والاتنين كانوا بيحبوا بعض وما فيش أي مشاكل، كانت حياتهم عادية جدًا. وأول سنة جواز ربنا كرمهم بطفل، وكانت حياتهم ماشية إن مصطفى بيسافر الإمارات وبيسافر أوروبا وبيسافر الصين، عشان هو راجل أعمال كبير وشغله كله معظمه برّه مصر، فكان بيقعد حوالي شهر وينزل أجازة شهر، أو يقعد شهرين برّه وينزل أجازة شهر. وكان دايمًا بيتابع فيروز بالتليفون، وكل يوم كان بيتصل عليها وهو برّه مسافر، يتصل عليها ويطمن عليها ويطمن على عياله. لكن في كل مرّة كان بيكلم فيها فيروز كان بيحس إن هي زعلانة، وبيحس إن هي لوحدها، وبيحس إن هو مقصّر معاها لإنه شغله معظمه برّه مصر. وبعد تاني سنة جواز ربنا كرمهم بالطفل التاني، والمسؤوليات زادت على فيروز، لإنها كده معاها طفلين وفي مشاوير كتير بتعملها، وهي المسؤولة عن البيت كله. فكانت كل ما تكلم مصطفى وهو مسافر بتقول له المسؤوليات زادت عليها أوي. مصطفى قرر إن هو يجيب لها حارس شخصي، أو حد يبقى موجود في الفيلا يقضي لها المشاوير، يروح معاها أي حتة، يروح يجيب لها أي حاجة هي تطلبها، يبقى موجود معاهم في الفيلا ويعمل كل المشاوير ويعمل كل حاجة ويساعدهم في كل حاجة. وفعلًا مصطفى يعيّن واحد اسمه وليد، لإنه كان شكله محترم وبيعرف يتكلم ومثقف وشخص كويس. قال له: أنت هتبقى موجود في الفيلا وأي حاجة يحتاجوها تجيبها لهم. ووليد وافق على الشغلانة دي، والحياة استقرت شوية. وكمان فيروز حست إن المسؤوليات قلِّت عليها، لإن في حد بيساعدها، كل ما تحتاج حاجة بتكلم وليد الحارس الشخصي بتاعهم يروح يجيب لهم الحاجة اللي هم عايزينها. كل ما تبقى محتاجة تخلّص ورق أو تخلّص حاجة كانت بتبعت وليد الحارس الشخصي. فكده المسؤوليات قلِّت أوي على فيروز. وفعلًا مصطفى بدأ يلاحظ إن هو كل ما يكلم فيروز وهو مسافر إن الضغوطات قلِّت، إن هي حاسة إن هي مرتاحة، ما بقتش بتشتكي زي الأول. وبعد 5 سنين جواز ربنا كرمهم بالطفل التالت، كده مصطفى عنده 3 أطفال من فيروز. لكن مصطفى آخر فترة بدأ يلاحظ إن فيروز بتطلب منه فلوس كتيرة، وبتطلب منه إن هي عايزة عربية وعايزة دهب، وكل شوية عايزة فلوس كتيرة. فمصطفى ما كانش حاطط في دماغه أي حاجة، وكان بيقول إن هي أي حاجة تطلبها أنا هاجيبها لها، لإنه كان حاسس إن هو مقصّر معاها، لإنه بيسافر كتير برّه وشغله معظمه برّه، فكان حاسس إن هو مقصّر معاها، وكانت أي حاجة تطلبها كان بيجيبها لها. وكان مصطفى طول الفترة دي كان بينزل كل شهرين بينزل شهر أجازة يقضيه مع مراته وعياله. لكن آخر فترة مصطفى كان بينزل أجازة فيها وكان بيقعد مع عياله، كان بيكتشف إن عياله بيقولوا له إن هو أول ما بيسافر فيروز على طول كانت بتودي العيال عند جدتهم يبيتوا هناك باليومين والتلاتة. ودي كانت حاجة غريبة جدًا لمصطفى، لإنه لمّا كان بيكلمها في التليفون وهو مسافر كانت بتقول له العيال نامت، العيال في النادي، العيال بيلعبوا، العيال موجودين في الشقة. ما كانتش بتقول له خالص إن العيال بتقعد بال3، 4 أيام عند جدتهم وبيباتوا هناك. مصطفى بدأ يشُك إن في حاجة غريبة أو في حاجة بتحصل، بس كان كل شوية يقول يمكن جدتهم هي اللي بتطلب إن هي تشوف العيال، لإن العيال وحشوها وكده فبيبيتوا هناك، أو يمكن العيال هم اللي بيصرّوا إن هم يروحوا عند جدتهم. قبل ما يسافر مصطفى طلب من وليد الحارس الشخصي بتاعهم إن هو ينقل له كل تحرُّكاته وكل تصرُّفات مراته فيروز، ويقول له هي بتعمل إيه من أول ما بتصحى لغاية لمّا بتنام. ويسافر مصطفى على الإمارات لإن شغله كان معظمه هناك، وبيكون هناك وهو بيتابع الحارس الشخصي بتاعه وليد وبيسأله على مراته وعياله، وكانت كل حاجة طبيعية. وليد ما كانش بيقول له إن في حاجة غريبة بتحصل خالص، كل حاجة طبيعية. وكمان لمّا كان مصطفى بيكلم مراته فيروز كان شايف إن كل حاجة طبيعية، بس كان ملاحظ برضه إن الأولاد مش موجودين، وكان كل ما يسألها الأولاد فين تقول له الأولاد موجودين في النادي، لسه هييجوا، بيلعبوا تحت، موجودين في الصالة. كانت تقول له أي حاجة، بالرغم إن هو لمّا كان بيكلمها بالتليفون ما كانش بيسمع صوت أولاده خالص. مصطفى نزل أجازة المرة دي، ولمّا نزل بدأ يكلم ولاده ويجيبها لهم بطريقة مش مباشرة، بدأ يسألهم كده يقول لهم: أنتم انبسطتوا عند جدتكم؟ الأجازة دي لمّا رُحتوا عند جدتكم كنتم مبسوطين؟
الأولاد قالوا له: "آه، إحنا قعدنا حتى فترة كبيرة عند جدتنا وكنا مبسوطين جدًا وكنا بنبات عندها." في الوقت ده مصطفى استغرب، هو ليه وليد الحارس الشخصي ما قالوش إن الولاد راحوا عند جدتهم وبيباتوا هناك بال3، 4 أيام وبيروحوا كتير عند جدتهم، ليه ما قالوش المعلومة دي؟ وليه كمان فيروز لمّا بيكلمها ما بتقولوش إن الولاد بيروحوا عند جدتهم؟ مصطفى بدأ يشُك وبدأ يحس إن في حاجة غريبة بتحصل، في حاجة بتحصل من وراه هو مش فاهمها، ومَر 7 سنين بالضبط على جوازة مصطفى وفيروز، بس مصطفى آخر فترة كان شاكك، فكان جاية له سفرية للصين، وفعلًا مصطفى سافر الصين عشان يخلّص شوية حاجات هناك، وهو هناك في الصين لقى إن في كاميرات مراقبة صغيرة يقدر يحطها في البيت، وفي نفس الوقت يتابعها على التليفون، يوصّل الكاميرات دي عن طريق الإنترنت ويتابعها بالتليفون وهو في أي مكان في العالم، فيقرر على طول مصطفى إن هو يجيب 2 وكان حجمهم صغير وما كانش حد يلاحظ إن الكاميرات محطوطة أو في كاميرات موجودة في المكان، دي الميزة اللي كانت فيهم، وأول ما يرجع من السفر يحط كاميرا في أوضة النوم، ويحط كاميرا قدّام باب الحمام، من غير ما حد يعرف ومن غير ما حد يحس بأي حاجة خالص، ومصطفى ما عرّفش أي حد إن هو جايب كاميرات مراقبة وحاططها في البيت، ووصّل كاميرات المراقبة دي بالتليفون، وقضّى الأجازة الشهر دي مع مراته قبل ما يسافر، بس حَس إن في الأجازة الأخيرة دي كمان إن العلاقة بدأت تتدهور أكتر، لإنه بقى له سَنة بالضبط كل ما ييجي يحاول يقرّب من مراته فيروز تتحجج تقول له إن هي تعبانة، وفجأة يلاقيها نامت في أوضة الأطفال، وتقول له إن هي مش قادرة تعمل معاه كزوجة وزوجها، المفروض دلوقتي جوزها راجع من السفر تبقى ملهوفة عليه وعايزة إن يقعد معاها والاتنين يبقوا مع بعض، الاتنين متجوزين، مصطفى يلاحظ برود من فيروز ويلاحظ إن هي مش عايزة تعمل معاه علاقة وبتتهرّب منّه، وده اللي خلّى الشك يزيد أكتر وأكتر، فركّب الكاميرات في واحدة في أوضة النوم وواحدة في الحمّام وسافر، في الوقت ده مصطفى كان مسافر الإمارات وقاعد هناك بيخلّص شغله وبيخلّص الbusiness بتاعه، في الوقت ده بالليل بعد ما خلّص الشغل بدأ يفتح الكاميرا على التليفون بتاعه ويلاحظ حاجة غريبة، يلاحظ إن مراته واقفة كده بتسرّح شعرها وبتحط برفان ولابسة قميص نوم أكنّها مستنية جوزها بالضبط، ولمّا شغّل صوت الكاميرات على التليفون بتاعه بدأ يسمع في الصوت إن هي بتكلم راجل على التليفون، وبتقول له أنا مستنياك إن أنت تيجي لي، وبعدها بشوية يلاحظ في الكاميرا اللي موجودة قدّام الحمام إن وليد الحارس الشخصي بتاعه كان بياخد دُش في الحمام، وخرج من الحمام ودخل على أوضة النوم، ووليد الحارس الشخصي بتاعه قاعد مع فيروز في أوضة النوم، والاتنين بيعملوا مع بعض علاقة غير شرعية. مصطفى رجل الأعمال ده أول ما سمع وشاف الحاجة دي اتصدم حرفيًا، بس قعد كده ساكت وقعد يفكّر إزاي يتصرّف بعقل، وحجز طيارة لتاني يوم ونزل على مصر، وأول ما دخل الفيلا وفيروز شافته اتصدمت حرفيًا، وقعد مصطفى مع فيروز وقفل الباب والاتنين كانوا قاعدين في الأوضة، وطلّع لها التليفون وورّاها العلاقة الغير شرعية ما بينها وما بين وليد، وقال لها إن هو خلاص هيعمل محضر بالفيديو ده محضر زنا، وضغط عليها مصطفى وقال لها إن هي تحكي له على كل حاجة، وفيروز قالت له إن هي كانت على علاقة بوليد من قبل ما تتجوّزوا، والاتنين كانوا بيكلّموا بعض وبيحبّوا بعض، وكمان أم فيروز كانت عارفة العلاقة دي، وعارفة إن وليد الحارس الشخصي ده بيحب فيروز من قبل ما هي تتجوّز، والاتنين كانوا بيكلّموا بعض، وكمان فيروز هي اللي أصرّت إن وليد ده هو اللي يشتغل الحارس الشخصي، لكن مصطفى ما كانش فاهم ولا كان عارف إن كل ده هيحصل، وما كانش يعرف أصلًا إن مراته على علاقة بوليد ده، كان يعرف إن وليد ده جاي حارس شخصي وإن فيروز أصلًا ما تعرفوش نهائي وأول مرّة تشوفه، في الوقت ده مصطفى قرر إن هو يعمل تحاليل لولاده ال3 عشان يعرف تحاليل نسب يشوف ولاده ال3 دول منّه والّا لأ، ويكتشف مصطفى إن في ولدين منّه هو، والولد الأخير ده مش منّه، من وليد، ويرفع مصطفى على فيروز قضية زنا، وتتحرم فيروز من عيالها الاتنين وياخدهم مصطفى ويطلّقها بال3 ويورّي كمان الفيديو ده للمحكمة. ويبقى على فيروز قضية زنا وتتحرم من عيالها، وفي الوقت ده مصطفى يبيع الفيلا اللي هو كان ساكن فيها مع فيروز دي، وياخد عياله الاتنين ويعيش في الإمارات، وحرفيًا مصطفى ده من أذكى الناس اللي بتعرف تتصرّف في المواقف دي، لإن معظم الجرايم اللي بتحصل في مصر بتكون السبب الأول والرئيسي في الست، بتخون جوزها وجوزها أول ما يشوف الخيانة دي يروح قاتلها على طول ويضيّع نَفْسه، مصطفى قرر إن هو ما يضيّعش نَفْسه وياخد حقّه بالقانون. وقدر إن هو يعرف يتصرّف كويس، وكمان عمل لمراته قضية زنا وحرمها من عياله الاتنين وطلّقها ورماها، من غير ما يقتلها ومن غير ما يودّي نَفْسه في 60 داهية، عرف يتصرّف بذكاء من غير ما يضيّع نَفْسه،